تبعت الأحداث، مش لازم نعاود نلخصوا برشا شنو اللي قال السي الراجحي. 3 محاور 4 محاور أساسية ركز عليهم. هو ثم التكذيب للوزير الأول، والتهم بإشعال نعرات جهوية، وهنالك تشكيك في علاقات مع الدول الشقيقة، وتشكيك في دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية. الردود الفعل الأولية كل شيء أخذتوه، ندخل مباشرة في تحليل الموضوع هذا. نحب ناخذ رأي السي أحمد إبراهيم، رد الفعل الأولي عن هذه التصريحات وفنا إطار تحطها. أولا شكرا جزيلا. ربما كان من الأجدى أنه في هذا الحوار هذا تبدأ كل الأطراف حاضرة، وخاصة الطرف الأساسي اللي هو سي الراجحي. ربما كان من المفيد أن يكون حاضر باش يوضح الأمور. احنا في بلاد اليوم ديمقراطية وفي إعلام ديمقراطي، كان يكون حاجة باهية ياسر باش نسمع بعضنا الكل، باش الأمور تتوضح على أحسن ما يرام والناس تفهم حقيقة ما وقع. يا هل ترى وقعت تصريحات مقصود البث نتاعها، يا هل ترى وقعت معناها نوع من سوء التفاهم على طبيعة اللقاء، يا هل ترى هو لقاء صحفي موجه للكتابة، يا هل ترى ثم بالحق معناها نية أنه معناها ينشر كما هو. ثم معناها ملاحظات في توقيت يقول القائل علاش توا، لأن الشيء اللي يتقال هو معناها كان لازم يتقال قبل، وهذا يتقال في القهوة، يتقال معناها في قالب إشاعات، ولكن عندما يصدر عن مسؤول معناها سامي وعن وزير سابق بطبيعة الحال ياخذ معناها طابع معناها خطير. ربما معناها في قضية التوقيت يقول القائل علاش توا، والشكل علاش فيسبوك كان ينجم معناها يطلب التلفزة ولا يعمل ندوة صحفية نظرا لأهمية الموضوع هذا. فيما يتعلق بالمحتوى ذكرته بالمحتوى، واحنا اصدرنا معناها بيان واضح في هذا الشان. معناها ثم يعني استغراب وثم يعني استنكار لاثاره النعرات الجهويه وحاجات معناها بين الجهات. احنا بلاد موحده، احنا بلاد لازم نسير كلنا على وحده اللحمه الوطنيه نتاعنا. معناها الامور هذه كلها معناها ماهيش باهيه بكل، وكي تصدر على المسؤول معناها سامي، وان كان مسؤول سامي معناها سابق، ولكن عنده معناها وهرته وعنده معناها قدره وعنده مسؤوليته، معناها تاخذ بعد كبير ياسر. كذلك قضيه الجيش الوطني مش سهل باش واحد يجي يوخر ويقدم يقول ثم معناها تحضير الى انقلاب عسكري وكذا. معناها امور غير مقبوله، وتجي في وقت البلاد فيها حيره وفيها معناها تساؤلات وفيها معناها انتظارات وفيها قلق وفيها تخوف على مستقبل البلاد، وثم معناها انفلاتات امنيه متتاليه في السجون في المدارس في غير ذلك. كل هذا يعني جو ماذا بينا معناها كان بودنا بود الجميع انه امور كما هيك معناها يقع التفكير فيها مليا، لان بلادنا في حاجه اليوم الى انها تمر بالمرحله هذه بسلام وتنجح الانتخابات الجايه في اطار التوافق الوطني، لانه بلادنا مصلحتها يلزمها تتحط فوق الجميع، فوق الاحزاب، فوق الشخصيات، فوق الزعامات، كل ذلك. يعني اليوم دورنا جميعا هو ان ما نهونوش الامور، نقصوا في التوتر، تقع امور كما هيك ويقع معناها توضيح. حبيت برك نقول حاجه معناها وقعت. نرجع لك سي احمد، اخذت الكلمه برشا. فقط حبيت نوضح سي فرحات الراجحي اذا كان يشاهد فينا الان، حاولنا نتصلوا به تعذر. الاولويه المطلقه رقم التلفزه التونسيه يعرفوا ويتصل بنا ونعطيوه الفرصه باش يوضح لنا كل ما امكن توضيحه. نحب نشوف سي محمد بن نور، انت كيفاش تلقيت هالتصريحات هذه؟ انا قعدت نتساءل عن ما ريت تصريحات صادره عن وزير الداخليه في أول حكومة بعد 14 جانفي. قلت علاش سي فرحات اختار الوقت هذا بالذات، اختار الموضوع هذا بالذات، معناها جبد مواضيع خطيرة جدا، تكذيب الوزير الأول، معناها إثارة نعرات جهوية، كيفاش نحطوا سواحلية وغير سواحلية. هذه كلام في السياسة. كان عمل مجال كبير وتمرس في السياسة في حزب، راهو ما يوصلش يهبط لشيء. هذا يثير مشكل كبير، معناها أنه الأحزاب هي المكان اللي يلزم المسؤول السياسي يمر منها إلى باش يتحمل المسؤولية السياسية. لازم يكون متسيس. إنسان مش متسيس ويتحمل المسؤولية السياسية
فهذه كارثة. الكارثة هي محتوى التصريح، إثارة نعرات الجهوية، هذا حاجة مش مقبولة تماما. والتشكيك في المؤسسة العسكرية اللي نعرف الكل الدور الإيجابي اللي لعبته قبل هروب الطاغية، واللي أنقذت تونس من حمام دم. فالمؤسسة العسكرية الدور إلى الآن اللي لعبته دور إيجابي وإيجابي جدا. وقعدت نستغرب كيفاش مسؤول من مستوى السي فرحات يوصل للشيء هذا. وأنا نقول هذا الإنسان يمكن عنده أجندة سياسية، يعني إلا يوصل يختار هالوقت هذا ويعرف خطورة الأشياء اللي فاه بها على الشارع. وهذا شفناه نهارين. أنا عايش في شارع بورقيبة، أنا في مكتبة الكتاب معناها نشتغل هناك، ونراك كيفاش الرد الفعل اللي صار البارح واليوم قدامي. وشفت الناس اللي واحد، أنا باش نقول الإنسان هذا هو كان مسؤول، لكن الكلام تاعو غير مسؤول بالمرة. طيب، لتشريك السادة المشاهدين عملنا سبر آراء سريع. ثم سؤال موجود على صفحتنا على الفيسبوك، تدخلوا لها تكتبوا ملف الأسبوع أو دوسيي دو لا سومان وتحاولوا تجاوبوا على السؤال التالي: هل تخدم تصريحات السيد فرحات الراجحي المصلحة العليا للبلاد؟ في أصل الموضوع احنا ما نعرفوش الحقيقة شنو، ثم توضيحات كبيرة جدا قالها هو، ثم تكذيبات قوية جدا من المؤسسة العسكرية ومن الحكومة، ما زلنا ما نعرفوا شيء. وهنالك طلب في إدخال القضاء هو اللي باش يبحث الموضوع هذا، بحيث الحقيقة كاملة سنعرفها بعد بث في هذا الموضوع من طرف القضاء. نحب نرجع لحركة النهضة سي سمير ديلو. وقع ذكر اسم حركة النهضة، وفي احتمال نجاح حركة النهضة هنالك تهديد بحصول انقلاب عسكري. كيفاش تلقيتوا أنتم هالكلام هذا؟ تلقيناه باستغراب مثل ما عبرت الحكومة. يعني في الحقيقة في الأسابيع الأخيرة أصبح يزج باسم حركة النهضة في كل موضوع، ونكاد نضطر للتكذيب في مواضيع تتراوح بين، ربما نضطر في الايام القادمه باش نقولوا راهي حركه النهضه ما عندهاش علاقه بالمواجهات في الذهيبه، وما عندهاش علاقه بعدم نزول الامطار، وما عندهاش، يعني هذا امر. حركه النهضه ليس هناك في الواقع السياسي ولا في الواقع الاجتماعي لتخويف حركه النهضه او التخويف بها. حركه النهضه عمرها ولا كانت خطر سياسي ولا خطر انتخابي. وهو الساده حاضر بحثنا السيد كاتب الدوله ويعرف انه القانون الانتخابي اللي يقال مصادق عليه اليوم ما يسمحش بأنه أي طرف يحوز على الأغلبية، وبالتالي التخويف بأنه حركة النهضة إذا كان فازت فالجيش يتدخل، يعني هذا فيه مس من حركة النهضة، وفيه مس من المؤسسة العسكرية، وفيه خاصة مس من ذكاء التونسيين. طيب، أجدد الدعوة لسي فرحات الراجحي، كان يسمح فينا يتفضل يشارك معنا في الحوار هذا. ونحب ناخذ رأي سي عصام الشابي. كيف تلقيتم هذا الكلام؟ هل ردود الفعل كانت أكبر من حجم التصريحات هذه؟ وثم نقطة يقول بها نحب نبدأ ندافع شوية على سي فرحات الراجحي ما دام مش حاضر معنا وفي انتظار يشارك معنا، يتولى هو الدفاع على نفسه. يقول كونه ما كانش عنده نية باش يصرح بالكلام هذا، وهذا حديث خاص والمجالس بالأمانات، ووقع إخراج الكلام هذا بدون إرادته هو. لكن الإخوة الصحفيين، الأخت اللي كانت عملت الحديث تقول لا، راهو كان على علم بكل ما يجري ويراعي في الكاميرا قدامه وسجلها. كيفاش ترى من الناحية الإعلامية الإشكال هذا؟ والله هذا الأمر على أهميته في رأيي يبقى ثانوي. التصريحات موجودة ولم ينفيها السيد فرحات، وهذا الأهم. تصريحات لرجل دولة تحمل مسؤولية وزارة الداخلية في فترة انتقالية خطيرة مرت بها البلاد. احنا كأغلب المواطنين والأحزاب أعتقد لقينا باستغراب التصريحات هذه. تصريحات كما قلت أنت قوية ولكنها خطيرة. يعني هل كانت البلاد في حاجة إلى تصريحات مثل ما ورد على لسان وزير الداخلية السابق؟ يعني اليوم البلاد والوضع، وهو من تحمل حقيبة وزارة الداخلية ويعرف دقة الوضع الأمني والوضع السياسي في البلاد، هل الكلام اللي قاله سي فرحات كان يخدم المصلحة العليا للبلاد في اليوم ولا لا؟ لماذا هذا التوقيت ولمصلحة من؟ الرأي العام ما نلوموهش وقت اللي يسمع وزير الداخلية
يعطي تصريحات قوية نارية بهذه الكيفية سيثير الريبة والشك في النفوس، وهذا الخطير في الأمر. وقت اللي الرأي العام يسمع وزير داخلية ينسب للوزير الأول بأنه لا يقول الحقيقة وينسب له الكذب، وقت اللي وزير داخلية يتحدث عن المؤسسة العسكرية ويقول أنها بصدد تحضير لانقلاب عسكري، وقت اللي يتحدث على علاقات بدول الشقيقة ويورطها ويدخلها في لعبة توازنات داخلية، وقت اللي وزير الداخلية السابق يتحدث عن جهة الساحل ويثير نعرات. نحن نعتقد في تونس النعرات هذه عمرها ولا كانت موجودة، وجهة الساحل ساهمت في ثورة الحرية والكرامة، وأهل الساحل ينتظروا الآن ويساهمون في تحقيق الانتقال الديمقراطي. الكلام هذا الكل شو الهدف منه؟ لا أعتقد أنه كلام مكاكة تلقاه على عواهنه، لابد كانت فما غاية وفما مقصد من وراء ذلك. المواطن وقت يسمع هذا من وزير داخلية سابق فعلا تنتابه الحيرة، والحيرة يريناها اليوم في شوارع العاصمة. المواطن يقول لك اخبرونا بالحقيقة، لأنه سي فرحات قال للمواطنين راهي فماش انتخابات تتحضر، فما مؤامرات، فما انقلاب يتحضر، وهذا الخطر. يا ترى احنا تونس اليوم في مرحلة انتقالية نسير نحو تحقيق الانتقال الديمقراطي ونسير نحو انتخابات حرة وديمقراطية وتعددية، وإلا فما خطر. سي فرحات هو حر أن يتحدث عن ظروف تعيينه وظروف إقالته، هو يعرفها، أما أنه تخميناته يطلقها كحقائق دون دليل ودون سند، هنا تولي خطورة وتولي المسؤولية نتاعو كبيرة وكبيرة جدا. كجهاز إعلام يخدم الشعب التونسي نحاول باش نكون موضوعي أكثر ما يمكن. ثم الناس يقولوا العظمة ما تقول طق إلا ما فيها شق. هل أن كلامه ينبأ على شيء من الحقيقة موجودة على الساحة؟ نحب نسأل السؤال هذا، نحب نتوجه به للسيد عضو الحكومة، ونحب بالإضافة لهذا ثم حاجتين زوج مواقف. وزارة الدفاع الوطني، المواطنين خذوا موقف يقول قولوا لنا على الحقيقة. توا على الفيسبوك المواطنين قولوا لنا عن الحقيقة شنو اللي ثم. وزارة الدفاع الوطني أخذت موقف إن هذه الأقاويل المغرضة ليست بالأمر الهين وتشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلى أمن البلاد حاضرا ومستقبلا. موقف، أخذت موقف. سامحني كلمة أخيرة، مجلس الوزراء أخذ موقف آخر يقول ما صدر من تصريحات لا أساس لها من الصحة. هذا موقف ثاني. شنو هو تقييمك سيدي كاتب الدولة لموقفين رسميين مع موقف الشارع؟ سيدي رضا بالحاج. أنا باش ننطلق أولا من موقف الاستغراب اللي عبر عليه العديد من المواطنين والعديد من الأطراف. أنا باش نضيف أنه تلقيت التصريحات هذه بألم، باعتباري أن عضو في الحكومة وصادرة عن زميل كان معنا في الحكومة وقدم تصريحات واللي أنا أقرب ما يمكن باش نعرفها أبعد ما يكون عن الصحة، ما عندها حتى علاقة بالواقع. كل ما قالوا هو بعيد عن الصحة. تخمينات قالها. العمل داخل الحكومة معروف، ليس هنالك حكومة ظل. ما نقوم به اليوم من أجل الانتقال الديمقراطي نقوم به معناها بكامل الحرية بكامل الاستقلالية. مشاركتنا مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في إطار إقامة المجلة الانتخابية وغيرها من المراسيم اللي أعدتها الهيئة هذه، كله كنا نقوم به بكل استقلالية. فوجئت بهذا الكلام وأصابني بعض الألم، لأنه كي يتحدث على حكومة ظل وأطراف تحرك في الحكومة، وقت احنا نراو أن السيد الوزير الأول لا يتدخل هو شخصيا، يحترم اختصاصات كل وزير وكل حتى في الفريق اللي تابعه في رئاسة الحكومة يحترم استقلاليته، وكل طرف يقوم بالعمل نتاعو بكامل الاستقلالية. كذلك الأسف والألم شعرت به لأنه أعرف ما كان دور المؤسسة العسكرية في المرحلة هذه الكل منذ ثورة 14 أكتوبر وما قامت به من صيانة الأمن، من صيانة مبادئ الجمهورية، ومن مساعدة فرحات الراجحي نفسه عند قيامه بمهمته ومساعدته في إقامة الأمن في المرحلة هذه الكل.